السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في قناتي، قناة كريمة أم محمد. مرحبا وألف مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نوجد معكم واحد الحليوة اقتصادية ديال دوز أتاي. هي كانت سبق لي وقدمتها معكم، ولكن هالمرة غادي نقدموها بطريقة مختلفة. هي الصراحة هاد الحلوى هذه نفس المقادير، ولكن كنقدروا نحضروها بعدة طرق وبعدة أشكال وألوان. فغادي نجربها معكم اليوم بطريقة أخرى وبمكونات بسيطة جدا، يعني ما فيها شي حاجة كتيرة ولا شي حاجة معقدة. فهنا عندي كما كتشوفوا معايا كاس مع مرش ديال سنيدة، نفس العبار ديال الزيت كاس مع مرش. عندي ياغورت هذا ديال الفاني، فعندي جوج ديال البيضات، عندي هنا تقريبا واحد المعلقة ونصف ديال الكاكاو، وعندي هنا الدقيق، عندي جوج الاكياس ديال الفاني، عندي جوج الاكياس ديال الخميرة الحلويات. فهنا غادي ندوزو لطريقة التحضير، ومن طبيعة الحال واحد الرشيشة ديال الملح، وعندي واحد الشاشية ديال الفلو كراميل كما كتشوفوا معايا. فهنا غادي نضيف واحد رشيشه ديال الملح بهذه الطريقه هذه، وغادي ندوزو الباقي المقادير باذن الله. كما كتشوفوا انا ضفت الملحه، ضفت البيض. هنا غادي نضيف السكر، وغادي نضيف هذوك الشاشيات ديال الفاني، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الكونفيتير، نسيت ما قلتهاش لكم. وغادي نضيف هذاك الكيس ديال الفلو كراميل، وغادي نخدم بسم الله هاد المكونات هذا مزيان حتى يوليو عندنا بحال شكل الكريمه. فيمكن لكم تضعوهم في الخلاط الكهربائي فممكن. فانا هنا غادي نخدمهم بالايد ديالي، يعني بالدراب العالي. نحاولوا نخدموا هاد المكونات هادو مزيان، يعني كون ما خدمناهم مزيان كتكون النتيجه زوينه. كما كتشوفوا هنا بعد ما خدمت هذاك السكر مع هذوك المكونات مزيان، فهنا غادي نضيف هذاك العلبه ديال الياغورت بهذه الطريقه هذه، وغادي نخدمها حتى هي مزيان. الصراحه هذه الحليوه كتجي رائعه وكتجي فيها واحد المذاق غزال، فكنتمنىكم تجربوها. فهذه يعني هكا لدوز اتاي او كلبوتي، او يعني سهله واقتصاديه وكتوجد بسرعه، وما فيهاش يعني شي مكونات يعني مكونات كتار ولا هكا. فصراحه هي بسيطه وسهله، والنتيجه كتكون فيها زوينه وكتعطي كميه كثيره. صافي هنا غادي نبدا نضيف الزيت بشويه بشويه وغادي نخلط. ومن هنا ما ننساش نوجه تحيه المجموعه ديالي، مجموعه الصدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس. نقول لك شكرا جزيلا اخي على الدعم ديالك المستمر والمتواصل مع الكل. الدعم الصراحه لا يعلى عليه. شكرا اخي على المجهود ديالك، شكرا جزيلا الاخ قلب الاسلام، شكرا جزيلا المشرفات الرائعات كل اخت بالاسم ديالها، وكذلك الاعضاء المجموعه كل اخت بالاسم ديالها. فكنوجه لكم التحيه جميعا. فمرحبا بالاخوات الجدادات اللي انضموا معنا المجموعه، وكذلك الاخوات الجدادات اللي انضموا للمجموعه ديالي. فكنقول لكم مرحبا بكم، واللي بغات تنضم معنا المجموعه فمرحبا بها. خويا اطمس كيدعم جميع الشروط بدون مقابل، فمرحبا بالجميع. فهنا غادي نستمر حتى نكمل هاد الزيت هذا اللي عندي. فهنا بعد ما ساليت يعني المكونات كاملين، فهنا بسم الله غادي نبدا نضيف الدقيق. فهنا انا عندي الدقيق مغربل، غادي نبدا نضيف بشويه بشويه، وعيني ديك الساعه ميزاني غادي نشوف يعني القوام ديال العجينه. فكما كتشوفوا هنا ثقل الخليط، فغادي نزيد الدقيق وغادي نستعمل الايد ديالي
وهنايا غادي نوضع هذوك الشاشيات ديال الخميره كما كتشوفوا. هنا يعني ما تحكمتش فيهم، غادي نحبس التصوير حيت نصور بايد وكنخدم بايد، فما تحكمتش في هذوك الشاشيات باش نوضعهم. فهنايا غادي نبقى نخدم غير بالاصبع ديالي، يعني بالاصابع ديالي، ما غاديش ندلك هاد العجينه هذه باش ما ترخيش ليا الزيت. غادي نبقى ندخل داك الدقيق بشويه بشويه حتى نجمع. فانا كما كتشوفوا العجينه قسمتها على جوج، بعد ما جمعتها قسمتها على جوج، راها باقا يعني خاصها باقا تتلصق. واحد الجهه غادي ندير فيها الكاكاو، واحد الجهه غادي نزيد فيها الدقيق. كما كتشوفوا هنايا درت الكاكاو غادي ندخلو في هذا النصف ديال العجينه، والعجينه الاخرى كما قلت لكم غادي نزيد فيها قد داك القياس ديال الدقيق. فكما كتشوفوا معايا العجينه هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا، هذه اللي درت فيها الكاكاو، وهذه غادي نزيد عليها يعني قد هذيك الكميه ديال الدقيق. هذه حتى هي نحاول ندخلها في هذيك العجينه، وعاد باش غادي نخدمها. العجينه التاليه هي هذه حتى هي كتجي على هذا الشكل هذا. فهنا دابا غادي ندوز باش نشكلهم. كما كتشوفوا ما خرج منهم لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني فقط نخدموا بالاصابع ديالنا وما نحاولوش ندلكوا العجينه باش ما كيخرجش لينا من هذاك الزيت، وهكاك ما كتبقاش هي مزيانه. كما كتشوفوا العجينه ديالي حربلتها على شكل حرابل هكا، يعني كنديروها مقياس واحد. كنديروا يعني كنحربلوا هذيك العجينه اللي درنا فيها الكاكاو، كنحربلوا العجينه العاديه. وهنا كنجيب المدلك وكنبسطهم هكا، يعني غادي نبسطهم هكا بالمدلك، ومن بعد غادي نديرهم في الطاوه وغادي ندخلهم للفران وغادي نتلاقاو من بعد. ديالي هي هذه خرجت من الفران كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزينها بهذاك الشيء اللي عندي. يمكن لكم تزينوها باش ما حبيتو بغيتو اي حاجه موجوده عندكم، يمكن لكم تزينوا بها الحليوه ديالكم. انا هنا عندي لقيت عندي جوز الهند هو اللي غادي نزين به على قول الاخت خديجه الله يذكرها بالخير، تحيه ليها من هذا المنبر من هذه القناه المتواضعه. جوز هند غادي نزين به. ايوا شكل الحليوه ديالي هو هذا، كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي فيها واحد المذاق زوين وكتجي هكا خفيفه. انا قطعتها على هذا الشكل هذا، فانتم يمكن لكم تقطعوها على الشكل اللي بغيتو وكما حبيتو. يمكن لكم تقطعوها ما شاء الله، يعني كتعطي واحد الكميه كثيره، مقادير قلال، يعني جوج ديال البيضات، فكتعطي واحد الكميه اللي زعما لا باس بها. وفي نفس الوقت يعني يمكن لك توجديها وانتي كتقادي في اتاي هكا، يعني مثلا جا عندك شي حد ولا هكا يعني في الكوتي، فما كتاخذش الوقت بزاف، يعني كتوجديها بواحد السرعه، يعني هي ما كتاخذش الوقت بحال الكيكه. فكنتمنى هذا الاقتراح هذا يعجبكم بصحتكم وراحتكم. الا عجبكم الفيديو جمجموا ولا تخمموا. السلام عليكم، ان شاء الله فيديو قادم بحول الله.